بالعاجل وبالفيديو، الأمير القطري تميم بن حمد يخرج عن صمته في أول ظهور له بعد مباراة المغرب وفرنسا. يكشف المستور ويكشف سبب غيابه عن مباراة المغرب وفرنسا. اهتز المغاربة والعالم قبل قليل بتصريح أمير قطر في أول ظهور له بعد مباراة المغرب وفرنسا، ويكشف تفاصيل جديدة حول مباراة المغرب وفرنسا وسبب غيابه وسط صدمة كل المغاربة. وإليكم باقي التفاصيل. مباراة المغرب وفرنسا الأخيرة في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 جعلت نظرية المؤامرة تعود للواجهة من جديد، وذلك بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له منتخبنا المغربي بحرمانه من ضربتي جزاء واضحتين، بالإضافة إلى تغيير طريقة لعب المنتخب المغربي وضعف أداؤهم بالمقارنة مع المباريات السابقة كمباراة بلجيكا وأسبانيا والبرتغال. هذا ما جعل الكثير من الجماهير المغربية والعربية يشك في أن هناك شيئا ما غير طبيعي. وبدورها قدمت الجامعة المغربية لكرة القدم احتجاجا لدى الفيفا على الظلم التحكيمي الذي تعرض له المنتخب المغربي. وما هز الجميع هو تصريح أمير دولة قطر في أول ظهور له بعد مباراة المغرب وفرنسا، وما كشفه عن المباراة كان صدمة للجميع وخصوصا المغاربة، حيث وحسب ما جاء في بلاغه فلقد صرح أن سبب عدم حضوره لمباراة المغرب وفرنسا أنه كان لديه إحساس أن هناك شيئا غير طبيعي والمغرب سيخسر المباراة. وما زاد أكد إحساسه وحضور الرئيس الفرنسي للمباراة، وهذا ما أثار جدلا واسعا حول العالم خصوصا بين المغاربة الذين زادهم تأكيدا على أن المباراة لم تكن عادلة.